السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم جميعا؟ يا رب دايما تكونوا في احسن حال. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض بسكوت البرتقال، وبما اننا في موسم البرتقال والبسكوتات بتبقى حلوه قوي في الشتاء، هنعمله النهارده مع بعض بمقادير مظبوطه وهيطلع معاكي احلى من الجاهز بكتير. بس قبل ما نبدا الفيديو، لو انت اول مره تشوفيني ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصل لكم اشعارات لما انزل وصفات جديده. يلا بينا نبدا على طول. هنا اول حاجه هنضيفها وهي الزبده. معايا 400 جرام من الزبده البارده بحراره التلاجة. انا المقادير يا جماعه النهارده شغاله بالجرام، هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف بالجرام وبالكوبايه عشان اللي مش متوفر عنده ميزان يقدر يشتغل بالكوبايه، مفيش مشكله. وهنا ضفت 200 جرام من السمنه البارده. بعد كده هنشغل المضرب السلك، هنقلب الزبده مع السمنه لمده دقيقه لحد ما يبقى قوام كريمي. وضروري يا جماعه واحنا شغالين ننزل اي حاجه من الجوانب علشان نضمن ان كل حاجه اتقلبت مع بعض كويس. بعد كده بقى هنوقف ضرب وهننزل بالسكر البودر. معايا هنا 450 من السكر البودر. انا بس بقلب تقليبه قبل ما اشغل المضرب علشان السكر ما يطرش معايا. هنشغل المضرب اول حاجه على اهدى سرعه، اول ما السكر هيختفي معانا هنعلي السرعه. نوقف وننزل اي حاجه من الجوانب. هنقلب بقى بالمضرب لمده 15 دقيقه على سرعه عاليه. بعد السكر ما يختفي هنعلي السرعه لحد ما نوصل للون المطلوب ده اللون المطلوب، ده هيخلي معاكي البسكوته ناجحه. بعد كده هنوقف ضرب وهنشيل المضرب السلك. شايفه ده القوام المطلوب اللي انا عايزاه. هنا بقى انا ركبت الكف. هنا بقى معايا الفانيليا اللي هي نازله جديده دي بالبرتقال، قلت اجربها معاكم. هنا نزلت بمعلقه صغيره من الفانيليا. وهنزل باول حاجه بحبايه من البيض يكون بدرجه حراره المطبخ. هنقلب اول ما البيضه تختفي معانا هننزل بالبيضه التانية. انا هنا استخدمت 4 حبات من البيض. ضروري يا جماعه تخلوا البيضه تختفي معاكم كويس وبعد كده تضيفوا التانية. وهنا ضفت معلقه كبيره من بشر البرتقال. وهنا معايا 125 جرام من عصير البرتقال، يعني نص كوبايه. هنزل بيه بالتدريج زي ما انتوا شايفين كده. وانا ضفت عليه معلقه من التلج علشان تدي معايا لون. بعد كده هوقف ضرب وهنزل بكيلو من الدقيق. انا هنا استخدمت دقيق فاخر، ممكن تستخدمي دقيق فاخر او دقيق مخبوز، دقيق الكحك والبسكوت. وهنا ضفت معلقه كبيره من البيكنج باودر. وضفت معلقتين كبار من الحليب البودر. انا بقى هنا هقلب بالمعلقه زي ما انتوا شايفين كده، لان احنا عارفين ان البسكوت ما بيتعجنش، احنا بس بنلم المقادير مع بعض. تمام. هنا بقى البسكوت كده بقى جاهز معانا، المقادير كلها اتلمت مع بعض. وده المشط اللي انا هستخدمه علشان اشكل بيه البسكوت. انا كان هنا معايا 3 مقاسات مختلفة، بس اخترت المقاس الوسط علشان يخلي شكل البسكوتة تبقى حلو معايا. هنا بقى حطيت العجينة بتاعة البسكوت في كيس الحلواني، وابتديت ان انا اضغط ارفع المشط لفوق زي ما انتوا شايفين واسحب لبره. وطبعا يا جماعة حاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا تخلوا حجم البسكوت كله يبقى قد بعض علشان يطلع شكله حلو في الاخر، وما تطوليش حجم البسكوتة. وطبعا الناس اللي مش متوفر عندها المكنة تقدر اهو تشكل البسكوت بكل سهولة بكيس الحلواني. يعني طريقته سهلة وتكلفته مش غالية. تقدري ان انت تجيبي الكيس وتجيبي المشط وتعمليه، ومش هياخد معاكي اي وقت خالص. بالنسبة بقى للتسوية،
اول حاجة هنسخن الفرن كويس جدا جدا على درجة حرارة 160. وبعد كده هندخل الصواني الفرن، هيقعد معاكي الوقت معاكي من 15 ل20 دقيقة. ده بالنسبة للتسوية. تعرفي منين ان هو كده البسكوت استوى معاكي؟ هتلاقي البسكوتة من تحت خدت لون. اول ما تلاقيها معاكي خدت لون من تحت، هتبتدي ان انت تشغلي الشواية علشان تاخد معاكي لون من فوق. حاولي ما تخليش الشواية تبقى عالية، هدي النار بتاع الشواية وما تخليهاش تبقى عالية علشان البسكوتة ما تتحرقش معانا. هنا بقى انا استخدمت شكل تاني وهو التب بتاع بلح الشام. تقدري ان انت تشكلي برضو تعملي منه رسمة للبسكوت. لو انت مش عايزة تعملي بالمشط ممكن تعملي بالتب بتاع بلح الشام. وبرضو ما تطوليش حجم البسكوت علشان خاطر ما تبقاش شكلها وحش في الاخر. ده بالنسبة للتسوية. بالنسبة لمدة التسوية ده حسب الفرن بتاعك، احنا قلنا معاكي من 15 ل20 دقيقة. انا هنا البسكوت اهو بعد ما طلع معايا من الفرن، شايفة اللون ده اللون المطلوب. وطبعا يا جماعة ما نلمس البسكوت خالص لما يطلع من الفرن، نسيبه يبرد تماما خالص وبعد كده نبتدي ان احنا نشيله من الصينية، لان لو جيتي تشيليه وهو سخن البسكوتة بتبقى لازقة في الصينية. فسيبوه تبرد خالص وبعد كده هو هيطلع معاكم بكل سهولة. شايفة لونها عامل ازاي؟ عايزة اقولك ريحتها وطعمها حلو قوي قوي قوي. بالنسبة بقى لنوع الدقيق اللي انا استخدمته، انا استخدمت دقيق فاخر. ولما تيجي تضيفي الدقيق شوفي كده متضاف عليه اي محسنات ولا لا، اقرا على الكيس، لو لقيتيه متضاف عليه اي محسنات ناخد بالنا علشان خاطر ما نضيفش بيكنج باودر. لان لو هو متضاف عليه محسنات وانت جيتي ضفتي بيكنج باودر هتلاقي البسكوتة فرشت معاكي خالص وهتبقى شكلها مش حلو. وده كانت وصفتي النهاردة. اتمنى يكون الفيديو عجبك. لو عجبك الفيديو ما تنسيش بقى تعملي لايك وتشتركي في القناة. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.